من 66 مليون سنة كويكب طايش ضرب الأرض وخلص على أي كائن طوله معدي 25 سنتي، وكان من ضمنهم أسياد الأرض في الوقت ده الديناصورات، واختفوا للأبد بدون أثر خالص. يعني مفضلش أي نوع منهم. ديناصور بالمعنى الحرفي اللي بنشوفه في الأفلام لا مفيش، بس علميا فاضل ديناصورات كتير بالملايين موجودين فوق سطح البيت عندك، ويمكن تكون متغدي ديناصور النهارده. ما هي كل الطيور أصلها كان ديناصور. واحد هيقول لي ازاي يا عم؟ الطيور اللي بتطير وعندها ريش وحجمها صغير دي بدأت كديناصور، ايه جاب ده لده؟ تيجي ازاي؟ تعال اقول لك جت ازاي. رحلة الطيور على الأرض بدأت من 150 مليون سنة لما ظهرت الطيور لأول مرة. الأرض كانت تحت سيطرة الديناصورات في عصر اسمه الجوراسي. الطيور بدأت منين؟ تعالوا نشوف. كان في فصيلة ديناصورات اسمها سيرابودز، والفصيلة دي بينها وبين الطيور حاجات كتير مشتركة، زي الرجلين اللي فيها 3 صوابع. وحاجة كمان أغرب من كده، الفصيلة دي كان عندها ريش. أيوة، وفي أنواع تانية من الديناصورات كان جسمها متغطي بريش، ودي حاجة مؤكدة بالحفريات. بس طبعا في الأفلام مش هيطلعوا الديناصورات بريش عشان ما تفقدش هيبتها وتفضل مرعبة. وبالرغم إن ديناصورات كتير كان عندها ريش بس ما كانتش بتطير، العلماء بيعتقدوا إنهم كانوا بيستخدموا الريش لأغراض تانية غير الطيران، زي التدفئة وتسلق الأشجار والصخور والتخفي. كل دي حاجات الريش بيساعد فيها. اكتشفوا حفرية في ألمانيا الكائن يعتقد إنه أول الطيور على الأرض، أركيوبتريكس، عمره 150 مليون سنة. والكائن ده عنده صفات من الديناصورات وصفات من الطيور اللي معانا النهارده. مثلا كان عنده ديل طويل واسنان زي بتاعة فصيلة السيرابودز، شبه ديناصور اسمه تيرانوسورس ريكس اللي هو التيركس، وديناصور تاني اسمه ألوسورس. وفي نفس الوقت عنده صفات من الطيور الحديثة، عنده جناحات ومخالب وريش وعظام مش موجودة غير عند الطيور. كلمة أركيوبتريكس معناها باللاتيني أول جناح. وأنواع الطيور اللي ظهرت بعده نفس الكلام، عندها صفات من الديناصورات وصفات من الطيور. ومع مرور ملايين السنين بدأ يظهر طيور بصفات خاصة بيهم، زي مثلا حفرية طائر لقوها في الصين اسمه سينونس سينتنسيس، وده كان من أوائل الحفريات اللي غالبية صفاتها التشريحية معظمها شبه الطيور الحديثة اللي موجودة دلوقتي. سنة 1992 في القطب الشمالي اكتشفوا حفرية فيجافيس إياي، عمرها 67 مليون سنة، كان شبه البطة وعندها عضو في جسمها اسمه سيركس، وده موجود بس عند الطيور الحديثة زي البط، وهو اللي بيطلع صوت البط. بعد فيجافيس إياي بمليون سنة، يعني من 66 مليون سنة، جه الكويكب وضرب الأرض وقضى على معظم الأنواع اللي موجودة. 3 فصائل بس من الطيور اللي كانت موجودة قدرت تعدي من الكارثة دي وتكمل. العلماء لحد النهارده مش عارفين يحددوا الطيور دي عملوا ايه عشان ينجوا من الكارثة، ومن وقتها والطيور أنواعها زادت وازدهرت، ووصلت إن النهارده عايش معانا أكتر من 10,000 نوع من الطيور. فأنت لما تطلع السطح أو تقف قدام عشة فراخ أو غاية حمام، افتكر إنك واقف قدام ديناصورات العصر ده. ولو طلعت بمعلومة واحدة جديدة أنا هكون مبسوط، وما تنساش دول.